هناك لاعبون يتربصون. كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فإن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها مرحبا أصدقائي، أنا سماء وهذا بودكاست قاطرة. أهلا بكم. كان وجه صديقي حزينا شاحبا وهو يسألني: لماذا تعطينا الحياة أشياء وتسلب منا أشياء أخرى؟ إذا أعطتنا الصحة سلبتنا المال، وإذا أعطتنا المال سلبتنا راحة البال، وإذا أعطتنا راحة البال تركت لنا أشباح الفقر والحاجة. قلت لصديقي: أجمل الأشياء أن تعطينا الحياة ما نحب، فإذا وضعت فنانا حقيقيا في موقف اختيار فلن يبيع فنه بكل مناصب الدنيا وكل أموال العالم. إنه يشعر مع فنه أنه يملك هذا العالم بسمائه وأرضه ونجومه وبحاره،
إنه يحلق في كل مكان، ويسبح في كل بحر، ويطير في كل سماء، فكيف بالله يرضى سجنا كئيبا يقتل كل شيء فيه اسمه المنصب؟ إن هذا المنصب الذي يتسابق الناس عليه يقتل في الفنان خياله وأحلامه ونقاءه وصدقه. سوف يتعلم في المنصب كيف يضحك وهو حزين، وكيف ينافق وهو في أشد لحظات المرارة، وسوف يجامل من لا يحب، ويصدق من يكذب عليه، ويستشير من لا يعلم، وينكر ذاته أمام الجهلاء، ويدعي الجهل أمام الأدعياء. في المنصب سوف يتنكر الفنان لصدقه، وهذه بداية النهاية. إن للمناصب رجالا، وللفن قلوبا وأرواحا، وسوف تجد آلاف البشر يصلحون للمنصب، ولكنك قد لا تجد في شعب كامل